انت بنت منك ليها. قومي قومي يلا هاتي ورقه وقلم واقعدي في حته محدش يدوش فيها عشان هقول لك حاجات مهمه قوي تعمليها في بيتك ومش هتكلمك. اول حاجه هتكلم عنها وانا منكوشه كده عشان هعمل حمام زيت معاكم دلوقتي. المهم ازاي تسرحوا شعركم وتسرحوه بايه. طب مبدئيا المشط الخشب لو كان ب 5 جنيه 10 جنيه 11 جنيه 38 جنيه 55 جنيه مش هيفرق سعره، المهم تضمني ان هو نظيف ما يقطعش الشعر. طب اعرف منين؟ ما عورنيش، ما احمرتش حتى. لازم تتاكدي ان السنون مش بتجرح، ده معناها ان هو نظيف وان هو مش بيقطع الشعر. والله بقى الراجل اوقات بيبيعوا ب5 واوقات بتروح اماكن تانية تلاقيه بيبيعوا ب100 جنيه، فهو على حسب المكان. طيب الفرشه دي كنت جايباها من بادي شوب، ده بادي شوب اوكي. بصراحه قطعت لي شعري وما عجبتنيش. جبت مثلا فرشه زي دي مع انها بلاستيك بس كانت لطيفه وبتساعد على عدم هيشان الشعر، وبصراحه بتسلك الشعر جدا. كانت لطيفه وكنت جايباها تقريبا بمبلغ يعني مش قوي بس المهم بعد كده نتكلم بقى عن الديرما رالر. ثانيه بس معلش قبل ما اتكلم عن الديرما، هو انتوا تعرفوا احنا امتى بنسرح وبنسرح كام مره؟ طيب احنا بنسرح مرتين في اليوم، مره اول ما بنصحى ومره تانية قبل ما بننام. طب يا شاهي ما بحبش اسرح قبل ما انام، مش مشكله. المهم تسرحي اول ايه ما تصحي. لو عرفتي تعملي مساج طول الوقت فروه راسك اعملي، لكن التسريح هم مرتين مش اكتر من كده. طيب لما بتستحمي بتسرحي شعرك على طول؟ لا، لازم تسيبيه يندي شويه عشان ما يقعش معاكي، وخصوصا لو بتستحمي بميه سخنه. الكلمه دي للشعر 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 للشعر. واحده فيكم تقول لي عايزه اعملها على وشي من غير دكتور، هلسعك. ليه؟ عشان ايه؟ شايفين انا وشي متاثر من ساعه ما استخدمتها على ايه؟ على وشي. فلو سمحتوا ما تعملوش زي انا، ممكن اسيبكم عادي لكن في الاخر بتعيط انا وشي بس دكتور الحقيقي. فنحترم نفسنا. المهم دي بتستخدم ليه؟ الحته اللي انت عايزه تنبتي فيها الشعر. ممكن تستخدم في المكان اللي هو ما فيهوش فراغات عادي، طبعا بتحفز الايه انها تضخ الدوره الدمويه في الحته دي. بس في حاجه ان انت لو ما عندكيش فراغات فمفيش داعي اصلا تشتريها، يعني ممكن بصوابعك مش بضوافرك تعملي مساج فروه راسك، مش كتر مصاريف هي وفري. المهم انا عايزه استقل مثلا الحته دي عندي، فهفضل اعملها كده 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 كده. بصوا هي بتمسك في الشعر اهو، بس الشعر عشان ناشف بيطلع منها بسهوله، لو الشعر مبلول تقطع. طيب بالنسبه للناس تقول لي حط الزيت الاول ولا الدورما الاول؟ لا طبعا الدورما. ليه؟ عشان برضو لو الزيت اتحط ده معناه ان الشعر اتبل، فهيتساعد على تشبيكه وتقطيعه. بتقعدي تمسجيها حوالي 3 دقايق بالدورما، بعد كده تحطي الخلطه السحريه بعد ما بترجيها كويس قوي. طب يا شيخ انت ليه بتستخدمي الخلطه السحريه مع ان خلاص فروه راسك اتملت والفراغات اتعالجت وكمان شعرك تقل وطول؟ مش مهم، بنعالجه زياده وزياده لحد اخر يوم في عمري هفضل استخدم الخلطه القمر دي، حتى الريحه وحشه ما يهمنيش. البرفيوم ميست بيعمل ايه معانا؟ ايه البرفيوم ميست دي؟ الهير ميست بيعمل ايه معانا؟ ها بيعمل ايه؟ ما هو علشان يخلي شعرنا لافلي لافلي. هقول لكم ازاي يتعمل في البيت، وهقول لكم الخلطه الصحيه ازاي تتعمل في البيت. انا جايه هنا عشان ايه؟ جايه هنا عشان انوركم، اوريكم ان احنا بنضحك عليكم. مش بنضحك عليكم قوي يعني، هي الفكره ان احنا بنبيع للناس اللي هي مش عايزه تقوم تتعب نفسها. انا واحده من الناس بصراحه اقوم اعمل ولا اشتري جاهز هشتري جاهز بامانه، لولا ان انا بحب الحاجات دي فبستمتع وانا بعملها. لكن غير كده انا حتى الاكل حبايبي، يعني لو في واحده تقدر تأديها مصروف في البيت وتعملي الاكل ابوس ايديك اعملي. لا وحاجه كمان بتميزنا حضرتك منك ليها ايه بقى؟ ان منتجاتنا اصليه طبيعيه، مش مخلوطه ولا بارافين ولا بصابون ولا باي حاجه، طبيعيه. يلا نحط على فروه الراس بقى علشان ايه ايدي نملت. هنحط على كل فروه الراس مش على الشعر، على كل فروه الراس، وهندعك دلوقتي وهنليك. والليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب الليله دي. ايو ايو لازم تفرفشوا وانتوا بتحطوه عشان تجيب نتيجه. بصوا بايه؟ بصوابعي مش بضوافري، بحط نقطتين 3، مش تك 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 فسي وتكلمي تقولي شيل العبوه ما تكفتش. ما هو من التهدير اللي انت بتهدريه. انا ليه محموقه؟ ما هي فلوسك، انا اسفه. نقعد 10 دقايق كده نمسج ايه، ما نوقفش. ها لو نقدر نقعد اكتر نقعد، ما وراناش حاجه. خلاص ونجيبه على قدام وعلى ورا وعلى الجنب ده وعلى الجنب ده، وادي اديله. خلاص. الخطوه الثانيه ايه ده يا هوانم يا حلوين؟ ده ماسك النخاع، ده اللوجو القديم مالناش دعوه بيه. ماسك النخاع بقى بص القمر يا اختي عليا وعلى منتجاتي يا ناس. هقول لكم كل حاجه بتتعمل ازاي، بس هقول لكم طريقتها الاول. استنى بصوا ده كده اهو. بص الحركه دي، بص الحركه دي حاج كامل، بص الحركه دي بالراحه. كل ده بالراحه، امال لو قصدي اقطع شعري كنت عملت. معلش يا جماعه هرمونات. النخاع بقى بيتحط على فروه الراس وبيتحط على الشعر كله، لكن الخلطه بتتحط على الفروه بس. احفظوا بقى. بصوا اهو. نكمل بقى المساج واحنا نسيب فروه راسنا كده تعيش في حالها،
نقرفها. انا جيت يا جماعه وكل اناقه هنعمل ايه؟ هنرفع الشعر لفوق لمده 4 ل 8 ساعات. طبعا انا جوزي مش في البيت فبحطها وكل قلب جريء لان هي ريحتها تقرف الكلب الجربان. معاكي الورقه والقلم اكتبي ورايا. هتجيبي نعناع فريش، ريحان فريش، وهتجيبي مثلا ده برطمان بس لونه اسود، يكون ازاز او بلاستيك مش مشكله بس يستحسن ازاز. كل اللي هتعمليه حضرتك هتحطي الورق النعناع الفريش، ورق الريحان الفريش، وهتحطي مثلا بمقدار معلقتين زيت زيتون اصلي تجميلي مش بتاع الاكل. ابوس ايديكم واعرفوا الفرق. خلاص. وهنقفل حضرتك البرطمان وهنسيبه في مكان جاف ضلمه لمده 15 يوم. طب يا شيخ ما عنديش برطمان اسود، هتوقفنا دي؟ هنحطه في برطمان عادي اي لون ان شاء الله بينك والله ما يقول لا. نسيبه 15 يوم يا هانم يا محترمه وبعدين نطلعه نصفيه. ممكن تصفيه وممكن لا براحتك. طب النعناع ايه وظيفته؟ علشان يساعد على ان فروه الراس تعالج القشره، ما يزودش القشره مع كميه الزيوت دي. طيب المهم هنجيب بقى نفس مقدار زيت الزيتون اللي احنا حطيناه اللي هو المعلقتين، هنحط معلقتين توم، معلقتين بصل، معلقتين جرجير، معلقتين خروع. حلو جدا يا شاهي. ممكن تضيفي عليه زيت ارجان زي ما انا بضيف في منتجاتي، ارجان اصلي من المغرب. ابوس ايديكم اللي في مصر مضروب، بلاش تضحكوا الشعب المغربي علينا ها، وموجود في السعوديه برضه بس المغرب احسن. المهم بعد كده هتقومي ضايفه نفس معلقتين الارجان، ما عندكيش ارجان تستبدليه بسمسم، تستبدليه بجنين القمح عادي، وممكن تحطي لوز الحلو، ممكن ما تحطيش براحتك، اي زيت مرطب. خلاص. عايزه تحطي جوز هند يا شاهي ولا ارجان ولا سمسم، جوز هند حطي يا هانم ما تتردديش. اوكي المهم نرطب. خلاص. طبعا الفايده بتختلف بس ما علينا. انا بضيف في منتجاتي كمان بعض الزيوت الهنديه فيهم مع بعض وتسيبيهم مثلا اسبوع 10 ايام وتبتدي ان انت تستخدميها زي ما قلنا. وقبل ما تستخدمي اي حاجه لازم ايه تربط. نسينا اهم مكون اللي قرفنا في عيشتنا، الجاز. نفس المقدار الزيوت الجاز حضرتك. يا شاهي الجاز مش غلط؟ لا مش غلط مع كميه الزيوت دي، ما تقلقيش مش غلط، ولا هيقلب فروه الراس ولا هيقعد فتره طويله ريحته في شعرك، لا. بعدين كده كده احنا عندنا الهيرمست هيظبطنا، هقول لكم بيتعمل ازاي. المهم ده ايه الخلطه السحريه. ندخل في النخاع عشان ننجز. هي مواسير اللي انت بتجيبيها عادي من عند الجزار، تحطيها في حمام ميه سخنه، تنزل المواسير دي اللي جواها، بتاخدي اللي جواها في طاسه وتقومي ايه مشوحاها كده مع الايه زيت الزيتون. خلاص. وممكن تحطي معاها زيت جرجير. طب ما عنديش زيت جرجير، ميه جرجير. طب ما عنديش ميه جرجير، مش عارفه اعمل لك ايه. خلاص ممكن تضيفي جوجوبا وهيكون احسن. خلاص خلصنا كده. ده هتعمليه حمام زيت مره واحده في الاسبوع مينيمم كل 4 ايام. خلصنا يا شيخ وعملنا الخلطه. نغسل شعرنا بايه؟ الهي تنستري. هقول لك دي ايه؟ صابونه جليسرين. وده ايه؟ شامبو. الشامبو ده معمول ايه؟ من صابونه الجليسرين وحليب جوز الهند وحليب الرز وزيت الارجان او زبده الشيا زي ما تفضلي. صابونه جليسرين عادي بتسيحيها وبتحطي عليها حليب جوز الهند مع حليب الرز، وبتحطي مجموعه الزيوت اللي انت عايزاها طبعا مع نشا، وطبعا ممكن تضيفي بقى اي زيوت عطريه انت عايزاها انت حره. بعد ما هنغسله بالشامبو الحلو القمر بتاعنا هنحط حمام الكريم لمده نص ساعه على شعرنا ببونيه حراري او فوطه سخنه، او ممكن ما تحطيش ولا ده ولا ده بس تحطيه على شعرك مده اطول. خلاص. هنشطف حمام الكريم بميه بس. بصوا انا بقول لكم ستيب باي ستيب، وحمام الكريم على فكره انا قلت طريقته قبل كده. هتطلعي يا فندم من الشاور ترطبي شعرك. المرطب شيء مهم ويومي، وممكن من مره لمرتين في اليوم على حسب طبعا شعرك. تمام. بس مش اكتر من كده عشان ما يليكش ما يزيدش. اوكي. زيت الترطيب اليومي عندي هو بالسمسم، الارجان، اللوز واللافندر. انت ممكن تحطي اي زيوت مع بعض انت عايزاها بس المهم تبقى تنفع تركيبتها مع بعض. خلاص. ترطبي بيهم شعرك، ولو مكون واحد من الزيوت دي برده هيبهرك وهيبقى قمر يعني. بعد كده بقى بترشي الايه الهيرمست ده. الهيرمست ده عباره عن ايه مكوناته؟ ميه ورد. ممكن تستبدلي ميه الورد بميه حنفيه عادي او اي ميه مقطره من الصيدليه براحتك. وهتحطي معاهم طبعا ميه الورد بتبقى افضل يعني، بس بديكي اوبشنز ما تقوليش بتصعبي علينا مش عارفه نتسرق. انا ما فيش اسهل من كده اهو. ميه ورد، زيت لافندر. لو مش عايزه لافندر عايزاه باي ريحه حطي ريحه البرفيوم اللي انت عايزاه. المهم يكون زيت مفيد للشعر مش بينشف الشعر. يعني ما تجيبليش مثلا برفيوم زي 1 مليون تحطها لي على هيرمست، انت كده حضرتك بتنشفي شعرك بتوقعيه وبتقصفيه. لا اللي هي النباتات اللي فيها بيستخرج منها يعني الزيوت العطريه. تمام. انا بحط اللافندر وبحط جليسرين نباتي مش طبي، وافهموا الفرق. اوكي. بس وتروجي كده كل مره قبل ما تستخدميه وفست فست 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 فست. خلصنا. ايه يجرالنا لو كررنا الروتين ده مره واحده في الاسبوع يا بشر؟ ها يا باشا انا بغسل شعري كل يوم ومش عارفه اعمل ايه، وما ينفعش ما اغسلهوش عشان اسباب كتيره مش عارفينها. المهم
حطي على شعرك كله زبدة الشيا خام، ممكن تخلطيها بزيت أرجان أو بزيت الجوجوبا، مش بحاجة تانية. هتحطيها على شعرك كله يا حضرتك، وهتستني نص ساعة قبل الشاور، وتغسلي شعرك بصابون الموريانجا أو بشامبو من عشب الموريانجا. لو عندك الموريانجا في البيت قوليلي وأنا أقولك إزاي تعملي الشامبو بتاعها في البيت. انا كده خلصت كل اللي انتوا عايزينه واللي مش عايزينه، اظن مالكمش حجه. نقول بقى فوائد كل حاجه. الخلطه السحريه بتساعد على تتقيل وتنبيت وعلاج التساقط وتطويل الشعر، والنخاع بيساعد على دمعها وبيطري الشعر جدا جدا جدا، وبيعالج سيكا نشفان الشعر يعني. طيب طبعا يختي الزيت الترطيب اليومي ده طبعا بيساعد شعرنا على عدم التقصف، وبيطريه وبيساعده على عدم الهشاشة. معطر على فكره كمان بيساعد على ترطيب الشعر لانه فيه جليسرين. اوكي، ما بيخليش الشعر يهيش بسرعه لانه طبعا مواد طبيعيه، وزاد على كده حمام الكريم طبعا بينعم الشعر. والديرما رولر بتساعد على تنبيت الشعر مع الخلطه السحريه والنخاع. فانت مش عارفه تشتري ومش قادره مش مقتدره ماديا، ده مش عيب، على راسي من فوق، وكلنا مرينا بظروف كناش عارفين نشتري بيها، عادي جدا ما تتكسفيش. قومي روحي للعطار انت بتثقي فيه تبقي ضامنه ان حاجاته فعلا اصليه، واشتري الحاجات دي واعمليها في بيتك. ولو عندك اي سؤال ممكن تساليني وانا اساعدك، وعايزه جدا. ولو انت مش عايزه تنزلي تشتري ولا عايزه تقفي تعملي، لان الحاجات بصراحه مرهقه وبتقعد بالايام، ممكن تشتري برده من عندي عادي جدا. ممكن في منافسين عندهم حاجات برده نظيفه ومحترمه، في براندز برده يعني ناتشرال حاجاتهم نظيفه. دوري لحد بتثقي فيه وتشتري منه الحاجات دي. ممكن تهتمي بشعرك كده، ما تسيبيش نفسك.